رح نحضر اليوم دجاجة محشية بالرز بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وحتى لو أول مرة بتجربوها رح تعرفوا تعملوها. إن شاء الله بيعجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس تصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. يلا نشوف الطريقة. أول شي بدنا نعمله طبعا هو إنه بدنا نتبل الدجاج. رح أحضر التتبيلة. أول شي أنا بحاجة لملعقة كبيرة من رب البندورة، رح أضيف عليها ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي، وملعقة ونص صغار من الملح، نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة من الأوريغانو، ملعقة كبيرة من بشر الليمون الحامض، ملعقة كبيرة من عصير الحامض تقريبا نص حامضة، وملعقتين كبار من الزيت النباتي. وبنخلطهم مع بعض نتركهم على جنب. جبت الدجاجة وبلشت إني نشفها عشان تلزق فيها التتبيلة بشكل أفضل. وبدي تبل الدجاج من كل الميلات ومن جوا ومن تحت الجلد، يعني افرك على قد ما بقدر إني خلي التتبيلة الطالة كلها عشان تتنكه بالتوابل. وبدي غطي عليها واتركها بقلب التتبيلة لمدة ساعتين على القليلة. أنا تركتها بحدود ال4 ساعات، بس ساعتين كافيين ما في مشكلة، وفيكن تتركوها ليلة كاملة إذا بتحبوا. وبعدين طبعا بدي بلش حضر بالرز. الرز لازم يتحضر قبل شوية وقت عشان لما تيجوا تحشوا فيه الدجاج يكون شوي رز بارد تقدروا إنه تمسكوه، يعني مش أكتر. بطنجرة حطيت شوية زيت نباتي، حطيت تقريبا ملعقتين كبار من الزبدة على نار عالية لحتى تذوب الزبدة. بعدها نزلت عليها ببصلة مفرومة ناعم مقطع مربعات، نطرت البصلة حتى تدبل. بس دبلت نزلت عليها بكبايتين ونص من الرز البسمتي المغسول مش منقوع، وبدي أقلبه منيح مع البصل والزبدة والزيت لحتى هيك يتنكه بالزبدة. رح ضيف تقريبا نص كباية من الزبيب وقلبهم كلهم مع بعض، ورح ضيف ملعقة كبيرة من الملح، ورح أقلب كمان شي مدة دقيقة. بعدين رح ضيف كبايتين ونص من المي المغلي، ورح أغطي عليهم وأتركهم يبلشوا يغلوا. وبس يبلشوا يغلوا رح أتركهم على نار متوسطة لهادية أو هادية لمتوسطة لمدة دقيقة، وبرجع بقلبهم وبتركهم على نار هادية ينطبخ لمدة 15 دقيقة. وهيك بتكون نشفت المي من عليه. بطفي على النار وبضيف ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من السبع بهارات، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبقلبهم مع بعض كتير منيح لحتى الرز يتنكه بكل هالبهارات. وبعدين بدي أشيل 4 ملاعق كبار تقريبا من الرز وحطهم بالصحن واتركهم على جنب لأحشي فيهم الدجاج. هلا أنا ما استعملت كل ال4 ملاعق، يعني فيكن تصغروا الملعقة عن هيك. أنا حتى حشيت الدجاج هو والرز بعده هيك شوي فاتر. طلعت الدجاجة من البراد، شلت الغطا، حطيتها بقلب صينية وبلشت إني أحشيها. طبعا بدي أحشيها أول شي من ميلة الفخاد، ولا أسهل من هيك بكل بساطة. بس بحط الرز بقلبها وما بحط كتير، يعني لأنه الرز بعد بده يتفلفل شوي صغيرة، بس عشان ما يطلع الرز لبرا. وتتسكروا الدجاجة فيكن تستعملوا هاو الكيردون أو تخيطوها بالإبرة. بصراحة التخيط بالإبرة أسهل بكتير، بس أنا ما حبيت خيط بالإبرة، بس أسهل من الكيردون وبكل بساطة بتفكوا الخيط. جربت عقد ما فيي إني سكرها كلها للدجاجة عشان ما يطلع من الرز لبرا. وهي أول مرة أنا بحضر دجاج محشي، كرمال هاي الخطوة بالذات ما جربت حضره قبل، بس لازم نجرب شي جديد كل فترة. ما حبيت أطشلكن الفيديو إلا تشوفوا كيف أنا إنه سكرتها منيح عقد ما قدرت. وطبعا بدي أحشي كمان من ميلة الرقبة، وفيكن كمان تحشوا تحت الجلد، جلد الصدر، قبل ما تسكروها. وطبعا بدنا نربط الفخدين، ربطتهم بخيط. ومثل ما قلتلكم بدي أحشي الرقبة. برمت الدجاجة وحشيتها من تنميل من ميلة الرقبة شوي كمان ما بكتر، وكمان بدي ارجع سكرها. سكرتها بالكردون. وفيكن مثل ما قلتلكم تخيطوها أحسن، بيكون أحسن وأسهل.
وثبتت كمان الجوانح. طبعا التتبيلة المتبقية بقلب الجاط ما كبيتها أنا، رح نعمل فيها البطاطا. جبت صينية، عندي كيس حرارة، الكيس اللي عندي هو قياس ميديوم، فما حطيت معها البطاطا للدجاجة، حطيتها بكيس لحال. حطيت الدجاجة وربطتها، الربطة بتيجي مع الأكياس، وبدي فخد الكيس كذا فخد. هلأ بس هون بنصحكن إنه الدجاجة تكون من ميلة الصدر لفوق، هيك بيبقى شكلها أحلى من ميلة الصدر لفوق. بقية التتبيلة حطيت فيها شوية بطاطا مقطعين مربعات، بطاطسيتين، وخلطن كتير منيح مع التتبيلة وحطيتهم بقلب كيس حراري تاني وفردتن هيك وربطته كمان. حطيته حد الدجاجة بنفس الصينية وفخدته كمان كم فخت، وحطيتهم بفرن محمى مسبقا على حرارة 200 بالرف الأوسط النار من تحت لمدة ساعة وربع. وقبل ما يخلص الدجاج بشوي حطيت على الرز ربع كباية من المي المغلية وقلبته شوي وحطيته على نار هادي جدا على أصغرين على الغاز لمدة 10 دقايق. بعدين طلعت صينية الدجاج من الفرن، فتحت الكيس الحرارة ورجعت فوتت الدجاج والبطاطا على قلب الفرن تحمر الوجه، يعني ولعت شوي من فوق وتركتها حتى تاخد لون حلو. هلا أنا بس هون انتبهت إنه الدجاجة منا عميلة الصدر، فحبيت أقلبها، بس ياريتني ما قلبتها لأنه الجلد شوي هيك تخزق، بس ما مشكلة. عشان هيك نبهتكن إنه تحطوها عميلة الصدر بالأول أحسن، فمش حتحتاجوا تعملوا هالخطوة. وخلص هيك بيكون جاهز الأكل. جبت طبق التقديم، رصيت الرز المبهر مع الزبيب، وبعدها حطيت الدجاجة على الوجه ورصيت البطاطا وزينتهم بشوية كزبرة، هيك كم ورقة كزبرة بين حبات البطاطا. طبعا قبل بدي شيل الكردون وفك الخيط. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. اذا حابين اعملكم اي وصف اكتبوا لي بالتعليقات. بشوفكم فيديو تاني بإذن الله قريبا. صحتين على قلبكم. سلام.